بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم، ومن تبعه بإيمان فبإحسان إلى يوم الدين. الأخ الأمين العام المحترم، الإخوة أعضاء الأمانة العامة، الإخوة أعضاء المكتب الوطني للجمعة، الإخوة والأخوات المنتخبون في الجماعات على مستوى العملات ديال الرباط وسلا وتمار الصخيرات، الإخوة والأخوات رجال الإعلام ونساء الإعلام، المتابعين لهذه الندوة عن بعد. شرفني إخوتي وكلفوني أيضا في مكتب جمعة بتقديم عمل أعرف أنهم اشتغلوا عليه لمدة سنة ونصف دون توقف تقريبا، من أجل تقديم قراءة سياسية في حصيلة الجماعات بعد منتصف الولاية. وكيف قال الأخ سي حمد الدراق مشكورا، كان يفترض لهذه الندوة أن تنعقد السنة الماضية في هذا الوقت، وفي السنة الماضية من هذا الوقت كان الحزب منشغل بشكل كبير في ورش. على كل حال هذا الحزب بقيادة الأخ الأمين العام السي عبد الله الله يحفظه لا يتوقف عن الاشتغال. غير من جاو قالوا 19، قلت نهار 18 عنده المؤتمر المهندسين غادي يجي لي، ونهار 19 والاسبوع الاخر الماجي عنده الملتقى ديال الوطن النساء القرويات وعنده كذا. فاذا في الحق الا بقينا متبعيناش ما غنديروش، لا بدا شي خصنا نلقاو ليه شي بلاصه، لان الامور لا تتوقف. والحزب طبعا عرفتوا بانه في ذاك الوقت كنا منشغلين بزاف بالمؤتمر الوطني والاعداد ديالو، وكانت عندنا الندوات الجهويه، وبعد المؤتمر الوطني بدينا الهيكله الجهويه لم تتوقف، ثم الهيكله الاقليميه، وحنا في الهيكله المحليه هادشي لا يتوقف. فاذا يعني جزء من حيويه هذا الحزب لا يمكن الا ان تجد لانشطتك مجالا يعني باش انك ديرو. هذا العرض اللي غادي نقدمه للاخوان والاخوات فيه 4 ديال ولا 5 ديال الحاجات كبار. طبعا كاين واحد السؤال مشروع، علاش بغينا نقدموا هذه القراءه السياسيه في الحصيله؟ كاين واحد العمل، لان هذه دراسه بوفق القواعد ديال العمل ديال الدراسات العلميه، شنو المنهجيه ديالها، باش اللي غايبغي يتكلم معنا على المخرجات يتكلم معنا على المنهجيه باش نجزنا هذا العمل. سنتوقف عند النتائج. نتمنى انكم خديتيو في الشريحه الاولى، يعني انه هذه الحصيله اعطيناها 2 كلمات، هي في وضعيه التدهور وتحتاج إلى نجدة، وسنأتي إلى تبيان هذه الأشياء بتفصيلها. غادي نخلصوا إلى واحد 11 خلاصة للأسف الشديد اللي كتميز يعني العمل ديال الجماعات اليوم، ثم سنختمها بما نتصوره من مسؤوليات ديالنا السياسية تجاه بلادنا، تجاه مؤسسات اللي عندها موقع حقيقي داخل الدستور اللي تيخص أنه يعني يتم الانتباه إليها. طيب، بالنسبه لثلاثه ولا 4 العناصر اساسيه فيما يتعلق علاش هذا العمل. احنا كحزب سياسي كتذكروا بانه الامانه العامه كانت دارت قراءه يعني في الحصيله النصفيه للحكومه، وهذه من الادوار ديال الاحزاب السياسيه. حزب العداله والتنميه لا يتغير ما يقوم به تجاه وطنه، ربما تتغير مواقعه، كان في القيادة التدبير ولا في المعارضة، الذي يتغير هي الأدوات والوسائل الاشتغال، ولكن المضامين هي نشعر بمسؤولية تجاه بلدنا، تجاه المؤسسات، تجاه حتى المغاربة اللي كيسيروا الجماعات، هذو المغاربة في نهاية المطاف أن ننصح لهم، طبعا يعني أن ننتقدهم ما كاين حتى إشكال. فإذا حنا واجبنا من الناحية السياسية كحزب سياسي أننا نقدموا هذه القراءة. الحاجة الثانية، الحزب السياسي من أدواره التأطيرية أن يقوم بالواجب ديال إثارة الانتباه. هذا من تأطير المواطنين. في نهاية المطاف هذه الجماعات عندها واحد الخصوصية صعبة جدا، تتعلق بأنها هي الواجهة المؤسساتية ديال القرب مع المواطن. يمكن البرلمان راه الناس ما عندهمش ليه هذا المنتخب البرلماني، ولكن الجماعه هي هذاك العلاقه المباشره مع المواطن، ماشي من باب دارو، من قلب دارو. فاذا هذا يرتبط بالحاجه الثالثه. للاسف الشديد اليوم هؤلاء المغاربه الذين تحملوا مسؤوليه بعد انتخابات 28 تنبير رسخوا صور نمطيه تقول بان المنتخب اليوم هو منتخب غير كفء، باندي وقطاطعي، وجاي على مصلحته وكيدير الكوارث. ماشي كلهم المغاربه هكا دايرين، ماشي كلهم المنتخبين هكا دايرين. فاذا نحنا واجبنا انه نوضح باللي هذا الشيء وان كان موجودا
فراه ليس قاعدة عامة على الأقل فيما عشناه في الفترة ديالنا ديال 2015 إلى 2021. هذه الصورة النمطية الخطورة ديالها هو أنها تقتل العمل السياسي. الخطورة ديالها هو أنك تقول الناس ما كاينش مبرر للانتخابات. الخطورة ديالها هو أنك تقتل مؤسسة الوساطة بين الدولة وبين المجتمع. الخطورة ديال أنك تفقد الانتخابات المدلول ديالها. وطبيعي مني كيخرجوا جيل زيد ويقولوا شنو الجدوى من الانتخابات، شنو الجدوى من السياسه، شنو الجدوى من المنتخبين، لانه ينظرون الى صور الناس قدامهم. طبعا التعميم لا يجوز من دون شك، ولكن راه نكاد لا نسمع شيئا يسر للاسف الشديد. فاذا من الواجب ديالنا ايضا اننا هذا الامر. الحاجه الرابعه كنشعروا بانه وان كنا في المعارضه، انتخابات ديال 28 تنبير 2021 حزب العداله والتنميه بعد ان كان في 2015 5200 منتخب عندنا 777 منتخب، اغلبهم في المعارضه. انا راسوا 11 جماعه كلها طابع قروي. فاذا هذا الشيء كله هو لا يمنع ان نقوم بادوارنا السياسيه، بادوارنا في المسؤوليه تجاه بلادنا، ان ننصح مره اخرى لهذه المؤسسات. كيفاش درنا هذه المنهجيه ديال هذا التقييم؟ جينا في جماعه قلنا العمل العلمي عمل علمي كيخصو يديروا في القواعد ديالو، فدرنا مصفوفه ديال 15 مؤشر قسمناها الى 4 مجالات كبرى. المجال الاول مرتبط بما هو سياسي. الجماعات جزء من السياسه في هذه البلاد، ما يمكنش هي مؤسسات. الفصل 9 من الدستور كيتكلم على الجهات والجماعات الترابيه الاخرى، فاذا عندها دور اساسي وكتلعب دور في العمليه ديال التسييس وديال التنقيب بغينا ولا كرهنا. هذا المحور الاول. الثاني ما يتعلق بالاغلبيات، وراه ما يمكنش نتكلموا على مؤسسات دستوريه دون ان نتحدث عن الاغلبيات. السياسه والديمقراطيه في الاغلبيه والمعارضه في نهايه المطاف. المساله الثالثه في اللي تكلمنا عليه الخدمات، ما غنتوقفش عندها بزاف. والمساله الرابعه كتعلق بالطبيعه ديال هاد النخب. هاد النخب اللي عندنا فدرنا فيها 15 مؤشر. غنقدموا لكم الا بغيت تقولوا بواحد الطريقه جد مركزه. الا بقيتي كتغوت تغوت في الميكروفون. اي صحيح السي عبد الله، لان عرفتي دابا شوف فيكم اما انت اما الميكروفون. دابا السي عبد الله لا طبعا شوف كتعرف حنا السي عبد الله حنا كنا في المناطق ديال الشلوح، وبار ديفو راه مني كتبغي تعيط على شي واحد على 3 4 كيلومتر خاصك تغوت في الجبل باش يسمعك فهمتي. قال لك السي عبد الله قال لك شي مره شي واحد دايز قال لك اللي تغوت جري. اي طبعا لا هذيك قال شوف هذيك قال لي واحد الحمري شي واحد جا كيغوت على جوتي غوات ديس حدا شي واحد قال له اش كدير؟ قال له راه كنعيط على الاخر في الجبال وتغوت هو جبد لي جمال. قال له ها قلب عليه فينا هو دار هو يبان لي. قال له انت صاحبي اجي نقول لك كنغوت عليك فهمتي. راه حنا دابا تعلمنا غير نغوتوا ما عندنا ما نديروا صح هادشي بدي. طيب الحاجه الثانيه اختارينا في الجامعات قلنا كاين 1503 الجامعات. الحصيله ديالنا حصيله ذات صبغه سياسيه ليست ذات صبغه تقنيه، ولذلك اختارينا نمشيو للجامعات الكبرى اللي فيها المدير العام من المصالح هو اللي فيها الترشيح بالنظام ديال اللائحه، لانه هنا اللي الاحزاب كيخصها دير الدور ديالها فيما يرتبط بالسياسه. يمكن في جامعات صغرى اللي عندها النظام الاقتراع الفردي وكذا كتكون معايير اخرى، طبعا خصها تكون فيها السياسه في كل شيء، ولكن من باب اولى الجامعات اللي هي بالنظام ديال الاقتراع ديال اللائحه. ولذلك هذا الاختيار ديالنا كان اختيار مقصود، لان ملي كنتكلموا على الحصيله السياسيه الابعاد التقنيه راه كل واحد كيديرها في المجال ديالو، ولكن الحصيله الاجماليه لانه الاحزاب النخب ديالها والاعضاء ديال الهيئات ديالها الكبرى راه كتجيبها لهاد الجامعات الكبرى. غنرجع لها. فلذلك كان عندنا الاختيار بوعي، ولذلك لن نتحدث عن الجامعات الاخرى. اضيف الى ذلك انه ما عندناش الوقت. مني جينا كنوجدوا كنقول من نهار الاثنين لدابا، غير الاثنين اللي داز هذا اللي داز مورانا، هاد الاثنين من داك الاثنين لدابا كان ممكن نديروه هو موضوع الندوه الصحفيه. نهار الاثنين خرج اول حكم قضائي في الجامعه ديال ترنانه في زاكوره. الرئيس تمت ادانته بحبس مع غرامه لانه سرق الماء كيسقي به الضيعه ديالو، يعني عوض في جامعه زاكوره اللي فيها اشكال. 3 صدر قرار ديال العامل ديال برشيد بايقاف الرئيس برشيد مع 4 النواب ديالو. الاربعاء حروب طاحنه في الدار البيضاء وفي فاس، ثم الخميس نفس الشيء. نهار الجمعه في الصباح تراجعوا في فاس. غنرجع لشي بالتفاصيل، غير هذا الشيء بوحدو هو ندوه بلا ما نرجعوا لداك الشيء الاخر. فاذا مشينا للجامعات الكبرى، لانه الا ما قدرش الاحزاب السياسيه ان تقدم اجود ما عندها في هذا الشيء ودير السياسه في هذا، فما بالك بمسائل يعني بالمواقع الاخرى. الحاجه الثالثه
تلتحق بما قلت سابقا. ما هو تفصيلي؟ فجامعه ولا الحزب عطى التعليمات للكتابات ديالو المجاليه انها دير فيها القراءات ديالها ودير فيها النيابات، دير فيها العفو الندوات ديالها ودير. يعني البارح اعجبني البيان اللي صدروا الكتابه الاقليميه ديال وجده، يعني سماوه يعني الاصرار على الاستهتار، وكيتكلموا على الذي وقع في الدوره ديال اكتوبر ديال جامعه وجده. ساعود الى بعض من تفاصيله في الموضوع. الطريقه ديال جمع المعطيات، لان ملي كدير الدراسه المنهجيه كيفاش جمعتي معطيات، درنا استماره بداك المؤشرات اللي تكلمنا عليكم، وزعنا على المسؤولين ديالنا المجاليين، وتم جمعها وتم تحليلها وفق القواعد ديال الدراسات الاحصائيه بطريقه علميه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، طبعا كاينه مصادر اخرى عندها مصداقيه، كاين احكام قضائيه صادره، كاينه صحافه اللي عندها مصداقيه ولما يمكن لي لا تصدق الخبر ديالها، عندنا بيانات اللي خرجت لا ديالنا حنا ولا ديال الاحزاب الاخرى، وسنعود اليها. اعتمدنا في المعطيات، ثم مني جينا قلنا ودي خصنا نستكملوا المعطيات. دابا قلت لكم من اثنين لهنا، راه كون كنجيو غير نتكلموا غير على الدورات ديال اكتوبر، هذه راه خصها نهار ديال الكلام، غير الدورات ديال اكتوبر فقط 2025، ما غنرجعوش لداك الشيء اللي كان قبل منا. فاذا المعطيات في هذا الموضوع تتحين دون توقف، لا تتوقف. دابا كنتكلم معكم دابا كنتكلم معكم، راه كاين حاجات لهم في الركش وفي الدار البيضاء، ساتي على ذكر بعض منها في هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه. طيب هادو الجماعات اللي خديناهم، الرئاسات يعني طبعا راه هاد التشكيله ديال الرئاسات ديال هاد الجماعات اجمالا اللي تناولناها. الموقع ديالنا حنا في الاصل اننا في المعارضه، وفي التسيير عندنا بعض الجماعات كنجي كنتكلم كنقول مستقره شويه، كيجيني شويه ديال الغرور، تنقول يمكن معاهم شي واحد ديالنا في ذاك الجماعه. راه كتعرفوا كاينه جماعات جبنا فيها واحد وراه نائبه الخميسات، راه وحده اللي طلعت في الخميسات اقليم الخميسات كلها هي نائبه الرئيس وتؤدي ادوارها. مراش كتعرفوا بانه حنا في المعارضه طبعا، ولكن راه ذاك النائب السابع ديال الرئيسه اللي معنا في الحزب، وساتي على ذكر بعض من هذه. طيب غنبداو الان بالنتائج، وسنبدا بالمدن السته المشموله بنظام المقاطعات اللي هي مراكش والدار البيضاء وسلا والرباط وفاس وطنجه. مني جينا كنتكلموا في جماعه قلنا نديروا واحد النوع من الترتيب من الاقل بعد الاشكال، هو ان الجامعات كلها تعاني. قلنا راه نديروا الترتيب بالاقل سوءا، فالذي نعتقد بانه كيجي في المرتبه زعما الاصعب. القليله فيهم نبدا بسلا. طبعا هذه الجماعه ديال سلا اليوم كاين واحد 4 ولا 5 المشاكل الكبرى بين الاغلبيه. المعارضه حنا ما كنتكلموش عليها، لانه مره اخرى الاخوان الاخوات مني كتكلم دابا الاغلبيه كتكون صعوبات، ولكن لما تخرج الامور الى كاين مؤشرات في التدبير السياسي، مني كتولي بيانات من اعضاء الاغلبيه ولا كتولي نقاط كتدرج في جدول الاعمال وكتسحب ولا ما كتقدرش تدرس، او لما كتكملش الاغلبيه النصاب لانعقاد الدورات او هذه مؤشرات ديال ما بقوش الناس قادرين يصبروا على بعضياتهم. وفي المحصله ماذا تعني؟ تم جمع ما لا يجمع، تم الزامهم حاشيه يعني وتمنيش تنبير بان يجتمعوا، ولما ظهرت مشاكل تفرقت بهم السبل فورا. اليوم الجماعه ديال سلا جرت عليها دورات اللي ما قدروش يديروا الاغلبيه في انعقاد ديال الجلسه الاولى في العياده اللي كيجي منها السيد الرئيس ديال الجماعه ديال سلا، وعنده النواب ديال رئيس العياده اللي هما معاه في الحزب ديالو. كاينه مشاكل حقيقيه عندهم مع الرئاسه. في بطانه كاينه اشكالات على مستوى الرئاسه والنواب ديالو. في طابريكت كان منتخب مشى دوز الحبس، خرج من الحبس. هذه كنقول لكم الشكلاط اذا جاز انا اقول ديال المشاكل اللي كاينه على مستوى الجامعات. وطبعا ما غاديش نقدر نفصل في هذا الشيء كله. الرباط هذه العاصمه المملكه، هذه العاصمه المملكه. كلكم تبعتيو انه الاغلبيه دفعت الرئيسه الى ان تقدم استقالتها قبل سنه. الاغلبيه ما عندها علاقه بالمعارضه بهذا الموضوع هذا. الرباط اليوم جوج المقاطعات، مقاطعه حسان مقاطعه منكوبه، 32 من اصل 36 منتخب صوتوا على مقرر يقضي بان يدفعوا بالرئيس يقدم استقالته، لم يفعل، ذهبوا به الى القضاء، حكم القضاء بعزله، وباقي ذاك الحكم لم ينفذ الى حدود الان. 32 من اصل 36 بمن فيه من نواب الرئيس من الحزب الرئيس. في مقاطعه يعقوب المنصور معركه حاميه وطيسه بين الرئيس ونائبه الاول افضى الى اقاله النائب الاول، وهي موضوع قضايا معروضه على المحاكم. دابا هاد المواطنين في نهايه المطاف اش كيبان لهم في هذا الشيء كله؟ هو
تيبوا هاد المنتخبين كيدابزوا بيناتهم. هاد الشيء راه العداله والتنميه دا خارج خاطئ اللي قالوا جدا، ما دخلش في هذا الموضوع. هادو في المرتبه الثالثه يمكن لي نجيب مراكش اليوم عدد من المنتخبين في السجن، والأقدار الله تعالى، وهذا درس لنا كاملين كبشر وكمنتخبين وكمسؤولين. واحد من المنتخبين اللي في السجن توفى الله تعالى البارح، واليوم نطلبوا الله تعالى الرحمه والمغفره، غادي تتم الجنازه مع صلاه الظهر اليوم في مراكش، وهذا يعني محكوم عليه بالسجن النافذ في قضيه مرتبطه. هذا منتخب من القضايا المرتبطه بتدبير الشأن العام. رئيس مقاطعه معتقل، نائب رئيسة الجماعة متابع في قضية الكوكايين، نائبة الرئيس المقاطعة المدينة يلا خرجت من السجن، جوج النواب ديال رئيس المقاطعة ديال كيليز في السجن. دابا في الاخر يا طبعا العجيب هو انت عاقل على هادشي كامل. انا جاي السي عبد الله انا جاي ليهم. يلا سير صحيح. انا زعما علاش يعني كنتكلم بشويه د المراره اللي في نهايه المطاف المنتخبين هذا الذي يقع. وكاين نائب رئيس المقاطعه ديال نعم ديال مراكش. طيب هذا يعني في مراكش بلا وقضايا اخرى مرتبطه بهذا. غادي نجيو لطنجه. طنجه فيها 4 مقاطعات، لا تخلو مقاطعه من مشاكل، لا تخلو مقاطعه، ما كاينش مقاطعه. 4 مقاطعات كلها منكوبه من الناحيه السياسيه. في بني مكاده الرئيس مشى بحالو وداروا بمتابعات قضائيه. في مغوغا 2 نواب الرئيس في السجن متابعين. في طنجه المدينه الرئيس و3 النواب جاب لهم الله واحد العداله والتنميه، دار النيابه الرئيس في ذاك المده فاش توقف الرئيس والنواب ديالو ب3. في السواني مشى نائب الرئيس بقضيه فساد، ومني جاو يديروا المعارضه غلبات الاغلبيه. المعارضه انتخبت النائب الرئيس ضدا على الاغلبيه اللي في المقاطعه ديال السواني ديال طنجه. اما المدينه فحدث ولا حرج، الدار البيضاء فيها 16 مقاطعه. كلشي مشى للحبس. لا فاس هذوك السي عبد الله، فاس هذوك فاس انا جاي لها فاس للاسف الشديد. في الدار البيضاء اليوم تقريبا نصف ديال المقاطعات فيها اشكالات حقيقيه. غادي نبدا بالمعارف لان فيها 2 د الرؤوس ديال 2 د الاحزاب متحالفه في الدار البيضاء، كل واحد فيهم ناطق رسمي باسم الفريق ديالو. كنقلب على شي كلمه هذا ما لقيتهاش ديال ما يقع بينهما. الرئيسة سي دبليوت لا تستطيع ان تجمع اغلبيتها ولا تعقد دوراتها في الضاد. عين السبع البرنوسي راه عندهم قضايا في التحقيق في الشرطه وفي المحاكم. في مولاي رشيد كاينه اشكالات. الحي الحسني الرئيس والنواب ديالو. فهذه الدار. اما المدينه حدث ولا حرج. تعلمون بانه في المدينه، وهذا الشيء الاغلبيه تكلمت وغوتت عليه، النائب العاشر ديال الرئيسه اللي هو الزوج ديال السيده الرئيسه قدم استقالته، وتم انتخاب رئيس مقاطعه عين الشوق يعني في المكان ديالو. وهذا الشيء طرح واحد الاشكال مرتبط بالتدبير ديال الجبايات الجماعات اللي كان نائب الرئيس العاشر ما عنده حتى علاقه بالموضوع. والى اليوم كاينه قضايا مرتبطه بالاعفاءات اللي تعطات في الضريبه الحضريه يعني على الاراضي الحضريه غير مبنيه. الى الان باقي الاشكالات مطروحه. في الدار البيضاء كتعرفوا ملي كتجيب واحد النقطه لجدول الاعمال وكتبرمجها في الجلسه ديال 7 اكتوبر 2025 وما كتقدرش تدوزها، وكيجي العداله والتنميه كيعتقوا كيقول لك اجلها، وداروا المكتب هذا الاسبوع وما قدروش يتفقوا عليها. هو يعني المركز اللي اسمه مركز الالعاب الالكتروني اللي غيدار في البوطور القديم ديال روشنوار ديال الدار البيضاء اللي فيها اشكالات خرجت الى العلن بين الاغلبيه. يمكن تجي المعارضه تدافع على موقفها، ولكن الاغلبيه يفترض ما تجيب نقطه لجدول الاعمال حتى تكون قدتها مع راسها، تكون متفقه عليها. مني كتجي نقطه في جدول الاعمال وتنفجر امام الملا يعني انه كاين اشكالات. طبعا هذه مؤشرات مما لم يتم التمكن من ضبطه وبما له من اثر على مستوى الاشتغال ديال فاس السي عبد الله. صحيح انا نقول لكم زعما فاس
للاسف الشديد كتعرفوا العمده ديال السيد الرئيس دفاس محكوم ب6 اشهر سجنا نافذا. النائب ديال الاول ديالو معتقل. النائب الثاني الثالث ديالو برلماني سابق محكوم ب8 سنوات سجنا نافذا يقضى في السجن. رئيس مجلس العمل السابق في السجن، ورئيس مجلس العمل الذي يعني خلفه متابع قضائيا. جنان الورد كنقول هذه جنان الشوك، لان الرئيس والنائب ديالو في السجن. طبعا راهم في السجن، محكوم عليهم بالسجن. في اكدال يعني النائب الرئيس راه محكوم عليه بالسجن. فهمتي؟ في سيس جوج نواب الرئيس متابعين في قضايا. وللاسف الشديد للاسف الشديد هذه القضايا التي يتابع فيها هؤلاء المنتخبون لا علاقة لها بالدفاع عن مصلحة المواطن. هي امور اما قضايا مخالفات ولا ديال اخطاء داروها، شيكات بدون رصيد، تلاعب بالمال، يعني تضارب المصالح، يعني استغلال النفوذ، تزوير في محررات رسميه. غنجي لها عضو التجاره في مخدرات تطوان نائب يعني نائبه رئيس اللجنه من الاغلبيه بالتجاره في المخدرات، راه هي متابعه. ومني ذكر السي هشام تطوان واحد من الاغلبيه راه محكوم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا. طبعا نرجع للنائب الرابع ديال الرئيس ديال تطوان اللي هو ايضا متابع في قضيه فساد ما عندها حتى علاقه بالدفاع عن مصالح المواطنين، ما عندها حتى علاقه بها. وهذا اشكال يطرح اشكال حقيقي فيما يرتبط بالنخاب. خرجنا من الحبس وراه شوف طيب غادي نجي لنقطه وقطع يعني هاد المدن السته كتعرفوا يعني الاخوان الاخوات الساده المتابعين. هاد المدن عندها وزن كبير في البلاد، والاحزاب السياسيه تختار لها من مسؤوليها المسيسين في مكاتبها التدبيريه. هاد السته كنا كنترأسوهم في 2015 الى 2021. غير 5 في السد راه الرباط وسلا في جهه وحده كلهم. كان عندنا السي العربي بالقيط في مراكش، كان عندنا السي عبد العزيز العمري في الدار البيضاء، كان عندنا السي جامع في سلا، السي الباشا عبد الله في طنجه، والسي ادريس الازمي في فاس. طبعا كتجيب القيادات ديالك اللي كتدبر هادو. طبعا اليوم راه عندهم رؤساء ديالهم تعظم مكاتب السياسيه الاحزاب ديالهم، وفي هذا الذي نتحدث عنه. غادي نجي للمساله الثانيه، واش كتعرفوا انه رئيس او رئيسه عنده اغلبيه مطلقه ولم يتمكن من اتمام ولايته؟ ماذا تقول من الناحيه السياسيه؟ راه كتولي اشكالات كبيره جدا. شويه الضحك اللي فيه المراره. البارح جيت قلت شات جي بي تي الرجاء اعطائي اسماء الرؤساء الذين غادروا مناصبهم منذ 2022. اعطاني واحد الشويه، عاود عطيته هذا، قال لي لا استطيع ان اعطيك لائحه كامله. هذا شات جي بي تي بدا يقلب عليهم لقى داكشي كثير. اللي بغى يدير هذا بيديرها، كتب شي جار شوف واش غيجاوبوا. بمعنى ماشي حاله ولا جوج حالات. السيد وزير الداخليه في مناقشه الميزان الفرعي ديالو في 2023 في لجنه الداخليه والبنيه الاساسيه قدم تقريرا مرفقا بالتقرير اللي داروا، قال بان عدد المتابعات في حق المنتخبين تتجاوز بالضعف عدد المنتخبين في المرحله السابقه كامله. هذا في 23. هذا الشيء دابا حنا غادي كيتزاد راه 21 غير داكشي الشكلاط غير. اما دابا راه غادي الامور وكتزاد. هاد الرؤساء غادي نعطيو غير بعض النماذج. الرباط وقنيطره، الرباط راني تكلمت عليها. قنيطره هذا واش معقول تجي في النخب ديالك رئيس اللي هو المجال ديالو هو العقار ويتم عزله باشكالات مرتبطه بالتعمير؟ واش معقول؟ راه هذا ما تدخلش الدماغ ديال الواحد. خصك جبتي رئيس ما خصو يدير حتى خطا. اما بحال جبتي شي اكسبير كونطابل وغلط لك في شي بيلون ديال داخله وخارجه بسغيط. وكتعرفوا القنيطره الى ما آلت اليه بعد ما جات الرئيسه. وطبعا راه كاين منتخبين يقبعون في السجن الان في اطار تدبير الاغلبيات اللي كانت قبل اعاده انتخاب الرئيسه يعني ديال قنيطره. سيدي سليمان امضى سنه في السجن النافذ، الرئيس ديالها. هادو لم يكملوا ولايتهم. في السطات غنرجع على السطات من بعد في واحد الاشكال اخر مرتبط بالاغلبيه والمشاكل ديالها. هذا الرئيس تمت اقالته بحكم قضائي في يونيو 2024 وتم انتخاب رئيسة مكانه. سيدي بن نور الرئيس قدم استقالته على بعد امتار من تقرير المفتشة العامة التي كانت ستقيله. بوسكورة من اخر من تمت اقالته يعني قبيل في شهر يوليو 2025،
وبوسكوره كتعرفوا هي المركز ديال الاقليم ديال النواصر. ومره اخرى كنعطيو اسفي، كتعرفوا بان كانت في اشكالات، صدر تقرير في الرئيس السابق اللي كان كيترأس الجماعه، تمت ادانته في المحكمه، من بعد تم يعني انتخاب رئيس بدل منه. بن قرير الرئيسه غادرت منصبها بحكم لا بحكم قضاء. اش من هكاك؟ ماشي حاجه هكاك. واش هادو كيمشيو هكاك؟ هادو شوف دابا هادو كتبهم بالعصويه ربي يمشيو. اش من هكاك؟ كاين شي حاجه سميتها هكاك؟ قلت لك هكاك. توريرت تم يعني طبعا في الجهه الشرقيه، لانه ادانه تقرير طبعا يعني في ديال المفتشيه العامه، وصدر قرار ديال العزل من المحكمه الاداريه. مكناس وتازا مكناس لا ماشي لا سي عبد الله، لان شوف كتعرفوا مكناس السيد الرئيس السابق باغلبيه جد مريحه تم انتخابه رئيسا، من بعد جاو صحابو داروا في الماده 68 القانون 13 14، بمعنى صحابو اللي قدموا هذا واضطر الى ان يقدم استقالته. تازا نفس الشيء طبعا. هذاك عندنا واحد الاسم، راه ماشي ذاك الاسم ديالنا حنا، الاسم ديال هذوك الاخرين، هو الذي ايضا غادر منصبه بمقتضى يعني قرار قضائي. الفقيه بن سعد كتعرفوا بان الرئيس يقبع في السجن حدود الان، وفي الجهه بني ملا خنيفره باش ما ننساش الرئيس بني ملا براسو وهو برلماني سابق. فاذا هذا تمت اقالته وتم يعني هذا السجن ومشات له برلماني ديالو، هذا الرئيس ديال الجماعه ديال بني ملال. في نهايه المطاف رؤساء عندهم اغلبيه مريحه جدا تجمع اليوم ما بقاوش لاسباب غير مرتبطه للاسف الشديد بما يتعلق بالدفاع عن مصالح ديال المواطن. ورزازات ايضا رئيس قال كلام، ومن بعد تم يعني تقديم قضيه ضده في المحكمه، وتم الحكم عليه بالسجن لمده 8 اشهر، وجاء رئيس. هذيك ورزازات في واحد الغرابه شويه، ماشي غرابه لانه من المنطق ديال الاشياء. اسفي مشى الرئيس جا النائب الاول ديالو خدا الرئاسه، ورزازات انتخبوا رئيس ما كانش حتى في المكتب معاهم، حتى في المكتب ما كانش في المكتب اللي تنتخب في شتنبير 2021. مرتيل في واحد الحاله خاصه، صدر في حكم قضائي يدينه والى حدود الان لم يتم تنفيذه، ولا زال يمارس، باقي كيمارس الى حدود الان في المنطقه يعني ديال الشمال. الخلافات بين الاعضاء الاغلبيه، القاعده هي هذه فيما يرتبط بالانسجام السياسي. لانه مره اخرى كتذكروا الاخ الامين العام فاش كان رئيس الحكومه شي مره سولته واحد السيده على الاغلبيه ديالو، قال لها حنا غادي كنسلكوا بيناتنا وحنا مسلكين القضيه. السياسه هي هذه، ولكن باش تسلك خصك تكون قادر تسلك، وباش تكون قادر تسلك خصك تكون انت بعدا كيتصنتوا الناس حتى الا تسالك السلك وجبدتي القنب وخيطتي به يديروا بوجهك. هادو راه ماشي السلك، ماشي كيسلكوا، هادو راه القضبان د الحديد وما فهمتي ما كيقضيوش. ومني كتمشي تنفجر لك الاغلب، تنفجر لك القضايا بالاسباب فكتطرح. طيب غادي نبدا باكادير وانزكان. كتعرفوا اكادير كيرأسوا السيد رئيس الحكومه المحترم، باش يجيو 3 الناس من الاغلبيه في دوره اكتوبر 2025 ولا يصوتون مع مقرر جا به المجلس. هذه راه عندك وتصحبوا قضيه سهله، راه قضيه كبيره بزاف. مقرر يقضي بضبط اوقات فتح واغلاق المحلات التجاريه في الليل. 3 الناس من الاغلبيه من بينهم نائب كاتب المجلس لم يصوت. هذه قضيه كبيره. 9 الناس فين زكان غنجي المتابعات عندهم يعني الاستفسارات والسحمده هو وحدايا يعرفوا زكان احسن مني. بالنسبه للجهه ديال الدار البيضاء السطات في هذه الدوره اكتوبر، انا قلت لكم الرئيسه انتخبت في 2024 تبعا من الرئيس. في هذه الدوره اكتوبر 25 تمت معاينه اقاله النائب الاول للرئيسه. واش كتعرفوا هذه اش كتعني من الناحيه السياسيه؟ هذا نائب اول تمت بمقتضى الماده 67، بمعنى هذا الرجل يتغيب دون تقديم مبرر يقبله المجلس. هذا النائب الاول الرئيسه اللي كيتغيب بمعنى لا يؤدي وظائفه، بمعنى انه كاين اشكال فيما يرتبط بالقيام بالمهام ديالو. ولكن ملي تجيب الرئيسه دير معاينه الاقاله ماذا تعني من الناحيه السياسيه؟ ما بقى عندها ما تخبي، وبيناتهم مشاكل ما بقاوش فين غيخبيوها.
غيفكوها، غنرجع نصفروا الكوارث ديالها فيما يرتبط بمعاينات يعني في اطار الماده 67. هذه دارت في الدوره ديال اكتوبر، هذه اللي ديال اللي حنا باقيين اكتوبر ديال 2025. الجديده واحد الحكايه عجيبه جدا. في الجديده في ماي يونيو 25 الرئيس طبعا دار عنده النائب ديالو الخامس في الاغلبيه ديالو، قالوا بان عنده تضارب المصالح، اوقفه العميل، احال المساله على المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه في شتنبير حكمت بان داك السيد ما عندوش تضارب المصالح. كي غتشتغل هذه الاغلبيه هذه؟ كي غادي دير تخدم؟ ها هي هو عنده قرار، هذا النائب الخامس ديال الرئيس ديال الجديده، بلا ما نتكلم على التبعات السياسيه. تعرفون واحد من اخر الاحكام التي صدرت في حق برلماني في الجديده قبل اسبوعين، السجن النافذ ديال 8 سنوات مع واحد العدد الفرق اللي كان كيشتغل معاه، وكان رئيسا سابقا لجماعه الجديده، وطبعا هو جزء ماشي كشخص كحزب، هو جزء من الاغلبيه اللي كتدبر الجديده يعني اليوم. بالنسبه للرباط تكلمت عليها، بالنسبه ناخذ من هذه الجهه ديالنا تماره. واش تبعتي وداك الشيء اللي وقع في الجامعه ديال تماره هذا الاسبوع ديال الدوره ديال اكتوبر؟ واش معقول الجامعه الرئيس ديال الجامعه السيد الرئيس تيجي بعد داك؟ ونقول لكم واحد القضيه، الفريق ديالنا اصدر بيانا وقاطع الدوره، نبغوا غنرجعوا لشي من بعد نتكلم عليه. بيناتهم الاغلبيه راه غير الروح اللي ما طاحتش، ويجي الرئيس ما عرفتش زعما السيد الرئيس المحترم مني تيقول هذه القلاقل والتطاحنات راه وقعت في الدورات ديال اكتوبر كلها في المغرب، وداك الشيء طبيعي لان جا بعد الخطاب الملكي. بقيت كنعيان فهم شي حاجه ماشي ما بغاش يتفهم لي هذا الشيء، ما بغاش يتفهم لي. والحاصل ان هذه اغلبيه من الناحيه العدديه اكثر من مريحه، ولكنها جماعه عمرها ما قدرات دير شي حاجه منذ بدايه الولايه يعني ديالها. العريش واحد الحكايه عجيبه جدا في هذا العريش. في 22 تمت اقاله النائب الاول للرئيس لانه كان رئيس سابق في الولايه السابقه بالاخطاء التي ارتكبها في الولايه السابقه، وتمت اقالته مقرر قضائي. في 22 شتنبر 2025 تتوصل النائبه السادسه من نفس حزب النائب الاول للرئيس اللي هو في الاغلبيه بقرار ديال سحب التفويض، لان كانت كتدبر يعني المكتب الصحي الجماعي من الرئيس. جات له في الدوره ديال اكتوبر، راهم غتكون طلعتي على اللي طلع عليها اليوم. كتقول هذه الاغلبيه كيف تشتغل بهذه الامور اللي الناس ما قدروش. انا عشت في اغلبيه وكنعرف الاغلبيات، والرئيس كتكون عنده ملي كيكون مسيس وكيكون عنده خاطر متسع تيقدر يدبر مشاكله، كيقدر يقادها، تيقدر يصايبها، ولا يخرج للعلن الا زعما داك الشيء اللي كيكون خارج السيطره من. ولكن هذه اشكالات اللي مرتبطه بالله. صفرو هذا الرئيس ديال هذه واحد الجماعه المعارك فيها القضائيه لا تتوقف. الرئيس مشى في 2023 للقضاء من اجل ان ياخذ المصادقه على مقرر ديال معاينه الاقاله وفق الماده 67 ديال 3 الاعضاء، من بعد ولاو 5، من بعد ربحوه في المحكمه. هذا الرئيس تم اعتقاله في فاس يوم 21 غشت 2025 بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. قبيل الدورة ديال أكتوبر قدم الأعضاء واحد العدد منهم قدموا استقالتهم، وهي الآن بين هاد الأربعة اللي دازت ثلاث اللي داز الشرطة القضائية بدأت في التحقيقات في ذاك القضايا اللي كاينة في ذيك الجماعة. باقي الجماعات يعني باقي الجماعات طبعا راه فيها اشكالات كثيره بين الاعضاء ديال الاغلبيه الى غير ذلك. الايضاحات الكتابيه ك يعني الاستفسارات ولا المتابعات ولا الادانات الى غير ذلك، غادي ناخذ نموذج ديال تطوان وغادي سامر عليها. تطوان النائب الرابع متابع صدر في حق حكم ديال 10 اشهر بقضيه مرتبطه بالفساد عندها علاقه ما عندهاش علاقه بالعمل ديال الجماعه. وذكرت نائبه ونائب لرئيسي لجنتين ايضا اللي عندهم علاقات مرتبطه يعني والا يصعب حقيقه ان يتم جرد كل الحالات. هذا الشيء السميك ديالو هي الايضاحات الكتابيه وتنتهي بالادانات. يعني فعملي للاسف الشديد كل هذه الجهات غيبان لكم بانه راه فيها اشكالات من هذا القبيل. غنختم بهذه
الجماعات اللي ما كتساهمش في العمليه السياسيه وفي التنخيب، من كتجي الجماعات كنذكروا اولى الدورات، واحده من المقتضيات اللي مشات لها الجماعات في الانظمه الداخليه ديالها هو الغاء ديال النقل ديال الدورات ديال المجالس على المنصات الاجتماعيه. من الناحيه السياسيه، الا كنت كدير شي عمل مزيان وكتقوم بواحد العمل، انت خصك تبادر انك تنقل هذا الشيء الناس يعرفوه، تعرف به. منك كتزول داك الشيء، اذا انت ما قادرش انك تشتغل وما قادرش تبين، وهذا في اشكال مرتبط بالعمل السياسي في الجوهر ديالو. ثم لجنه المعارضه، هذا امر دستوري، القانون التنظيمي راه ياتي في مرتبه ثانيه بعد الدستور، تم الالتفاف عليها، اما تعطات الاعضاء في الاغلبيه تحت يعني مسميات المعارضه، واما اعطيت لجان شكليه لا اختصاصات لها، ماشي هي اللجان من اللجان الخمسه الدائمه المستعلة في القانون 13 14، انما لجان شكليه تقوم باي شيء. ثم الهيئات المساواه والتكافؤ الفرص، هذا مقتضى في جوج القوانين التنظيميه اللي خصو يعاون الديمقراطيه التمثيليه من باب الديمقراطيه التشاركيه. عمليا هذه الهيئات لا تشتغل. طيب، ما هي الخلاصات الاجماليه؟ 11 خلاصه عندنا اجماليه. الاولى، للاسف الشديد هذه النخب اليوم هي نخب زعما يميزها الضعف من الناحيه التدبيريه، وفيها صراعات والتضارب المصالح والفساد، مما صار به الركبان ومما لم يعد للاسف الشديد خافيا. الحاجه الثانيه، هذا العمل ادى الى النيل من ادوار مؤسسات دستوريه، ادى الى هذاك الصوره النمطيه اللي قلنا في الاول ديال المنتخب باندي قطاطعي، جاهنا باش ياكل، باش ينهب، باش كذا. والحاصل انصافا في هاد المنتخبين اللي في التسير ماشي كلهم هكا دايرين، ولكن للاسف الشديد كيفاش غادي تلقى داك النقي ولا ديك النقيه في وسط واحد الجماعه، واحد الغابه الناس يتميز تدبيرهم بهذه المعطيات. الحاجه الثالثه، هذه الجماعات اللي جات بعد 21 شتنبر توفر لها ما لم يتوفر للجماعات في السابق. مني كندير المقارنه مع الفتره 15 21 اللي كانت فيها اشكالات سياسيه كبيره، ولكن تم التوفيق في يعني تدبيرها، وجات الجائحه كوفيد وقفت كل شيء، ومع ذلك اشتغلت. هذه الجماعات اليوم عندها من الناحيه السياسيه واحد لو شابو كبير، من الناحيه الماليه توفر لها ما لم يتوفر قط مطلقا في السابق، وجده اليوم عايشه بلي سورانغ ديال الضريبه على القيمه المضافه، وجماعات اخرى كبيره جدا كلها تعيش يعني بما لم يكن متوفرا من خلال العمل الكبير اللي كتقوم به المصالح ديال وزاره الماليه. كتعرفوا في الجبهات المحليه جزء منه ياتي من الرسوم التي تدبرها الدوله لفائده الجماعات، ضريبه الرسم المهني والضريبه على الخدمات الجماعيه. هذه كلها اشياء اللي تطورت كبير في الارقام ديالها وكان عندها اثار على مستوى الجماعات. ومع ذلك للاسف الشديد يعني غادي هذيك فاس اللي تكلمت عليها قبيله، خصني نقول فيها واحد القضيه. مني كتجي فاس اللي عندك اغلبيه، واش كتعرفوا شنو كتعني يوم الثلاثاء الماضي ان تسقط المعارضه الميزانيه؟ راه بحال البرلمان سقط الميزانيه ديال الحكومه، راه هذه المقتضى ديالها تقديم الاستقالة الفوري فورا. 15 واحد من المعارضه ضد 12 من الاغلبيه، وخرجت مسؤوله في حزب اللي هو مشارك في التحالف فاس وكتقول هذا التسيير الفردي ديال الرئيس داكشي باش. وداروا اللجنه ديال المقتضى من الناحيه المسطريه تيخص مشروع الميزانيه يجي اللجنه داروا يعني دوره استثنائيه غتكون يوم 28 اكتوبر. الجمعه اللي دازت داروا لجنه الماليه المدارسه، جات رئيسه اللجنه، لم ياتي احد من الاغلبيه للدفاع عن المشروع، جابت نفس المشروع، جاوا الناس الاغلبيه، جا السي محمد خيي ديالنا فاس قدم التعديلات ديالو، قال لهم سجلوا في المحضر، سالا رفعات الجلسه الى الان. هذا الشيء من الناحيه المسطره غنرجع للاشكالات اللي كطرح من الناحيه التدبيريه من الناحيه القانونيه. فاذا هادو يعني من الحاجه الرابعه، هذه الفضائح للاسف الشديد التي لا تفتأ تلاحق اعضاء يعني هذه الجماعات. كما ذكرت كل واحد فيكم دابا كل نهار يمكن ياخذ واحد الحاجه اللي هي جديده. التصدع ديال الاغلبيات، منك كيجيو الناس طرف في الاغلبيه في جماعه ايت ملول في العمل ديال زكان ويصدرون بيانا رسميا ضد اغلبيتهم. دابا هادشي مابقاش خلاف، مابقاش شي واحد، هذا بيان رسمي ديال الفرع ديال الحزب اللي هو عضو في الاغلبيه، وقس عليه. الى رجعت لكم المعارف راه جزء من هذا قريب منه،
وطبعا هذاك الشيء كله هو ما بغيتش نطول بالنماذج اللي كنعطيها، والا على كل حال اللي كيهمنا هو الخلاصات. الحاجه السادسه، هذا التراجع على فتح الدورات ديال المجالس للعموم. الناس كيخلطوا بين جوج الحاجات. القانون التنظيمي ما بقاش كيتكلم على شي حاجه كتسمى سريه المجالس الدورات، كيتكلم على امكانيه عدم فتح دورات للعموم، ولكن ما كيقولش تمنعها تنقلها للعموم. كيمكن لك لاعتبارات امنيه، لاعتبارات لوجستيكيه. ملي كان كوفيد ما كانش ممكن تفتح للعموم، ولكن ما كيعنيش كتكون الاشغال ديال مغلقه. اشغال الدورات بمقتضى القانون التنظيمي مفتوحه. مني كتجي كتمنعها، وهذا في اشكالات ماشي فقط غير في بعده التقني، في بعده السياسي. اش تقول الناس؟ الحاجه السابعه، هذا الالتفاف حول حقوق المعارضه فيما يرتبط بالرئاسه ديال لجنه المعارضه. قانون تنظيمي اللي كيعطي رخصه تكون لجنه دائمه، ثم الالتفاف حول الطرق ديال الاشتغال، ثم عدد من الاشكالات. اصبحت المجالس عمليا مجالس تقوم بامور تكاد تكون صوريه، واغلبها شكل مسطري. واش معقول في الجماعات المنتخبين مني كيكون عندك جدول الاعمال وكتكون عندك اغلب النقاط جاتك من السلطات المراقبه الاداريه وفق الماده 115 و 117 ديال القانون 113 14، بمعنى ذاك المنتخب ما قادرش يفكر في شي حاجه. محاله من السيد العام كيدير الصلاحيات ديالو في اطار الماده 39، ولكن انت منتخب اللي جبتي برنامج النهار الاول، واش ما تقدرش تبدا تفكر في شي حاجه تجيبها لذاك الناس؟ محاله. كاين دورات الدورات ديال ماي اغلب جداول اعمالها نقاط محاله من طرف ديال السلطات المراقبه الاداريه، ما يعني ان المنتخب اللي كيسير وكيترأس عاجز على ان يفكر في اشياء ياتي بها لمعالجه المشاكل اللي هي مطنطنه. قنيطره عندهم مشاكل قد السخط اللي بان لهم في هذا الفيلم كله، هو يمشيو يديروا البرنامج، خلاو داكشي كاع كله هو اللي خصهم يديروه، مشاو داروا البرنامج. راكم تتبعتيو الاشكالات اللي كانت فيها. يعني هيئه استشاريه عمليا يعني لا تشتغل، صوريه مديوره باش الهيئه الاستشاريه سيدي عبد الله. القانون كينص في الجماعات وفي العمالات كتكون الهيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، وفي الجهات كاين ثلاثه الانواع ديال الهيئات الاستشاريه. كاين الهيئه المكلفه بالشباب، والهيئه المكلفه بالنوع والمقاربه الاجتماعيه، وكاين الهيئه المكلفه بالاقتصاد. هذه هيئات تحدث لدى رؤساء الجماعات، تتشكل اساسا بمقتضى القانون التنظيمي والقانون اللي كينظم العمل ديال الديمقراطيه التشاركيه، وكدار بحال تقول سي ان كونتر بوا اللي كتناقش قضايا الجماعات وكتجيب اراء. كنتذكر السي جامع المعتصم فاش كان في سلا كان عنده لي جودي د لا بارتيسيباسيون سيتويان، وكان الخميس التشاركي، وكانوا كيتهاردوا مهاردات المفيد، كيجمعوا هذاك الجامع وداك الاخوه اللي كانوا معاه في ديك الجماعه وتيصبروا عليهم على داك الشيء. ولكن في نهايه المطاف كل شيء ربح، لانه المدينه كيجيو الناس فرحانين بواحد المجلس كيدير لهم اطار حقيقي ديال النقاش، تيسمع لهم، تيعبروا، كياخذ الافكار ديالهم. خص دابا هادو شوف السي ادريس الازامي كان عنده دعم من طرف منظمه امريكيه ديالو سيدي لا غوفرنس لوكال. داكشي علاش حيدها ترامب. عرف اللي داز فيها ادريس، شوف داز فيها ادريس وداز فيها السي عبد الجليل اللي بداو فاش كان رئيس ديال السلا. طبعا كان عمل حقيقي. هذا الشيء راه ماشي اللعب كيديروه الناس. راه مني كدير واحد الحاجه وكتفرغها من المضمون ديالو كتردها سوريا كتفشل داك الشيء الاخر. ما الذي بادر اليه هؤلاء القوم من الناحيه دابا الدوره اكتوبر 25 كان يفترض ان تكون دورات ديال التقييم النصف المرحلي ديال تنفيذ برامج عمل الجماعات. عمليا الجماعات تشتغل على التركه التي بكل تواضع التي تركها منتخب العداله والتنميه مما لم يستطيعوا تنفيذه في الولايه 2015 2021 بكل تواضع. واخا السي عبدي تقول لك علاش التواضع، هادشي اللي عطى الله هو هذا. فمني كتكون عندك الشروط المؤسساتيه والماليه متوفره، اش خاصك؟ ما قدرتيش دير لانه انت خاصك الحبس. راك فيه. الحاجه 11 والاخيره، خلينا الاخرى لانه ما بغيناش تكون جينا ندخلوا في التفاصيل ديال الخدمات القرب. خصنا لا 7 ساعات المحاضرات في كل جماعه. غادي نعطيكم فيها بعض المؤشرات. فاس باقي واحد ديبو هي الاخرى، ولكن راني في الوقت السي عبد الله. لا ماشي على الوقت، خصني انا
ماشي مبغيش نمشي نضيع. غادي نجتهد باش ما نتعطلش عليك واخا. لا ما فهمتيش. فهمت، عرفت انت تحتاج ان تقوم لهذا، وبغيتي تنكمل. جبت العكاز راه غير بغا ينوض، ماشي بغا يضربني به، عندك شحال فهمتي. لا انا عارف، غير قلتها الاخرين، ولكن بيني وبينك زعما انا كندير فيها طبعا 15 دقيقه على الاكثر نكون ساليت. طيب هاد النقطه الاخيره اشنو كتعني؟ تجي في الولايه السابقه النظافه في فاس كانت كتكلف 135 مليون ديال الدرهم، واليوم كتكلف 220 مليون ديال الدرهم، والنظافه في فاس اليوم اسوأ مما كانت في السابق. ماذا يعني ان تاتي الى الرباط وتزاد في العقود الجديده 33 مليون ديال الدرهم في الكلفه وتتراجع الخدمات؟ ماذا يعني انك اليوم في الدار البيضاء كلفه النظافه تتجاوز 2 المليار ديال الدرهم؟ واش كتعرف شنو الدرهم؟ هي 200 مليار سنتيم. انا بغيت نقول بعدا فمك كيبغي يتشرك، تقول لي شنو هو هاد الارقام بعدا، انا غير عارف شنو هو الصفر ديالو فين واقف، ومع ذلك تجد اشكالات حقيقيه. فين كانت قبل؟ نعم 2 المليار ديال الدرهم. شحال كانت قبل؟ قبل في الدار البيضاء سا دوفي اتر 1 مليار 700 لا مليار 800، ولكن كان العطر ديالها موجود على مستوى الواقع، كانوا الناس كيشوفوه. فهمتي دابا فاس ماشي دابا البلايص وساحت. واش كتعرفوا شنو ساحه صوفيا عند الموالين فاس؟ راه هي حي الرياض ديال الرباط، راه هي جليس ديال مراكش. هي طبعا فاس النقل فيها العمومي جابوا 40 كار مخرشش من الدار البيضاء باش يولي عندهم 65 في لافلوط اللي خصك دير ليه امارش باش تدفعوا باش يدير مارش. وقس على ذلك الكثير من الاشياء فهذا. اما الخدمات كنتذكر في الجامعات ما نتكلموش عليها. الناس دابا كيجيو كيسولوك كيقول لك السبت المقاطعه اللي خدامه، تنقول لهم انتم واش يا ربي تخدم اثنين وثلاثه تخدموا السبت، انتم حماق. كنعقل بان الناس في الولايه اللي كنا فيها واحد 7 مرات تنسى ليا مولاي حفظ مستعين يتذكر هذا الامر. دون تدوينه قال لك لما يتم التدخل لاصلاح مصباح الكهرباء العموميه في ظرف 4 دقائق، كانوا المستخدمين تيقول لنا والله السي تيقول لك كتصيفط لنا البوله باقا سخونه، يلاه طفات. كيصيفط لك شي مؤمن ماشي قنت مؤمن مغربي، وكتصيفط الفرق كيمشيو تيقول لك لقاو باقا سخونه. هادو مش فهمتي يعني بمعنى كتدخل فوري. طيب الخلاصه ما هي؟ الخلاصه ما هي؟ هاد الجماعات فيها تدهور، وهذا التدهور ما يمكننا الا نقابلوه بنجده. كنظنوا باللي باقي واحد العرق كيضرب، ومسؤوليتنا ان نقوم بهذا الامر، ان ننصح لاولي الامر في هذا البلد، ان ننصح لاخوتنا المغاربه من مختلف اطياف الطيف السياسي، ان نقوم بواجبنا كحزب سياسي. ولكن طبعا هذاك التدهور اللي خاصه النجده راه ماشي غير هكاك، هذيك التاء تحيل على التراجع عن الكثير من المكتسبات. كثيره هي الاشياء اللي كانت مكتسبات في الولايه السابقه وتم التراجع عنها. هذاك الدوس عن العديد من المقتضيات القانونيه. مني تيكون عندك رئيس الجماعه وتيكون عندك منتخب تيجيه يدوس في القانون بحال غيمات الماء، ما بالك بما انا كنتكلم دابا على الجماعات. رئيس حكومه منك اللي هو اللي غنتكلم عليه، كنتكلم على رؤساء الجماعات اللي عنده القدره والجرأه ان يدوس على القانون. في الرشيديه في الجلسه في الدوره د اكتوبر قدم فريقنا اسئله كتابيه، دارت جا الرئيس بعد 4 ساعات قال لهم عينا دابا غادي ناجلوا الاسئله الكتابيه حتى من بعد. الله يا ودي، هذاك اللي دار ذاك القانون التنظيم، القانون الماده 6 كتقول لك تخصيص جلسه في كل دوره، هو مقتضى دستوري قانوني القانون التنظيمي، كتقول عينا وتاجلها. اما داك الشيء اللي اخوان ديال التمارع علاش ما مشيوش للجماعه؟ الرئيس ما جاتوش الاغلبيه في الجلسه الاولى، وعنده مقتضى قانوني يوجه الدعوه لجلسه ثانيه بين 3 ل 5 ايام. هو الغد اللي مشى جاو قالوا لي ها السيد الرئيس راه الشركه ونبهوه، ها السي المنصور والسي محمود الاخوه اللي معاه في الجماعه، الاخت ناعمه في الجماعه، تيقول لي اش كدير؟ ما بغاش يسمع ليهم. مني كاع سمع ليهم جاي كحل عوره في خطره عاود دار شي. دابا هذا الشيء اللي ما كيقدرش يضبطوا من الناحيه القانونيه هذا راه السميك، بحال شي واحد عطيتيه سوق الرموك وما تيعرفش واش عنده الفران ولا الكسيراتور ولا كذا، المهم غير قالوا دير مارش وتوكل على الله وزيد. الحاجه الرابعه الثالثه هزاله المنتجات. منجزات ما تم انجازه من طرف الجماعات بكل السياقات اللي كنتكلموا عليها نعتبر بانها هزيله. المساله وابل من الفضائح والمتابعات. والله العظيم الا كتستحي احيانا تقول انك منتخب، تستحي ان تقول انك سياسي، تستحي ان تقول انك في حزب سياسي. بهذا الشيء كاع اللي كيوقع ما يمكنش تفتح شي حاجه ما تلقاش شي مصيبه من المصائب مما سارت به الركبان.
الرجوع إلى الاشتغال بمنطق ما قبل القوانين التنظيمية. علاش؟ لأنه دابا هاد النخب اللي كتسير إلا ما استثني منها بكل مشاكلها وبكل صعوباتها، طبعا شكون غيدير الكونتربون مع السلطات المراقبة الإدارية؟ المراقبة الإدارية حتى هي عندها إكراهاتها، إلا ما بقاش منتخب خدام غدير الخدمة في بلاصتو. فأصبحنا ملي كيغوتوا الناس لا راه القيد كيديروا، راه لأنه الناس ما لقاوش منتخب، كون كنلقاو المنتخب اللي يدير خدمته غيجي القيد يدير خدمته. القيد راه هو عنده إشكالات، عنده أمنية، عنده صح ما عندوش صح، هذا كلام آخر، ولكن هذا إشكال حقيقي. ما الذي يلزم؟ بأن أختم. نضال من أجل الدفاع عن المؤسسات. احنا كحزب العدالة والتنمية لا نملك غير هذا الخير، وهذه الندوة جزء من هذا الأمر. واش كتذكروا البيان الأمانة العامة اللي درتو نهار 18 غشت 2025، اللي هو البيان اللي سمته حول ما يتعلق بالمنهجية ديال إعداد البرامج الجديدة التنموية. صدر ذاك البيان بديت كنقرا عند الناس تيقولوا هذا حزب في المعارضة، إلا كان هذا الكلام خصو يقولوا شي حد، خصو يقول هذوك الناس كيسيروا، ولكن الحزب ماشي داروا حيت في المعارضة ولا في الأغلبية، داروا لأنه يدافع عن المؤسسات، داروا لأنه يدافع عن الدستور، داروا لأنه يدافع عن القانون. تيقول هذه البرامج التنموية الدار ما كاينش إشكال، قال صاحب الجلاله حفظه الله في الخطاب الملكي ما كاينش، ولكن من الناحية القانونية والمنهجية والدستورية ها الأمور كيفاش غتمشى. ولذلك لما نأتي ندافع عن الجماعات ماشي حيت حنا في المعارضة ولا في الأغلبية، ندافع على لأن مؤسسات ديال الدولة، مؤسسات ديال الدستور ملزمين، لا نملك خيارا آخر غير أن نواصل الدفاع والنضال على هذه المؤسسات. عباد الله المنتخبين، باقي لكم عامين، خليكم من المعارك وخليكم من الضعف. اش غدير السي عبد الله؟ شوف هاد العامين نتمنى ما تنظمش انتخابات داخل السجون اللي يقدر يكون اكثر، يقول لك هذه نتمنى. نحتاج ان نجود الخدمات الموجهه للمواطنين، راه هذاك الشيء ولا دابا يلزمنا ان نواصل الدفاع عن تطبيق المقتضيات القانونيه، لانه في نهايه المطاف كاين منتخبين نزهاء كاينين، ما يمكنش نقولوا ما كاينين، ولكن اللي يلزمنا ان ندافع عنهم، والدفاع عنهم جزء من انه نفرزوا نصهم اللي ما صالحش باش ندافعوا. ثم اخر شيء نرجوكم يا مسؤولين في الجماعات الترابيه تداركوا الزمن التنموي. شتي العداله والتنميه المنتخبين ديالها واخا في المعارضه، والله العظيم انا كنحلف لكم باليمين بين نختم الا راكم مصيدين فيهم الرخاء، لانه دازوا من التجربه، عندهم خبره وعندهم الراي وما كيبرسطوكمش. شتي في السابق السكوندال الجماعات الرباط ندوز فيها 5 سنين الحرب الاهليه، حاجه وحده اللي ما وقعتش في ذاك مجلس الرباط ما طاحتش فيها الروح. اما ما تبقى هادشي كان كيوقع بين الاغلبيه والمعارضه، اليوم يقع بين اطراف الاغلبيه واش شفتي داكشي اللي وقع في بوميه في ميدلت؟ واش شفتي داكشي اللي وقع في السوان؟ ما بغيتش دابا راه الا مشيت للجامعات الصغار غادي نعاود ندير واحد 5 ساعات اخرين، ولكن راه في نهايه المطاف يلزمكم ان تتداركوا الزمن التنموي اللي ضيعتوه لمده 4 سنوات، وانصافا لم تستطيعوا ان تنجزوا فيه ما كان ممكنا انجازه وقتا وامكانيات وسياسيا، فرجاء تداركوا هذا الامر. اسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى.